السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله سريعه التحضير، كتجي شيشه ولذيذه، طعم مغاير، حريشات صغار بحشوه الجبن، كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي كاس العنبه، درت 3 كؤوس ديال السميده العاديه ديال الحرشه، وكاس الا ربع ديال الفينو الرقيق، الملح حسب الذوق، ملعقه سكر صغيره، نصف كاس ديال الزيت. اللي كيفضل الطعم ديال الزبده تكون زبده حيوانيه تكون افضل، ولكن حتى الزيت كيجي رائع جدا، كيجي مزيون. كنبسبسها بيدي باطراف الاصابع كما كتشوفوا، وكنحيد واحد المقدار اللي غادي نجمعها فيما بعد. بعد ذلك كنضيف تقريبا ثلث خماره، يمكن لك تضيفيها كامله، انا كنفضل القليل فقط. مقدار 3 غرامات تقريبا ديال الخميره ديال الحلوى، كنسمها بالقليل من الزعتر. يمكن لك تنسميها بزيتون اسود تقطعوا طريفات صغار، او تنسميها زيتون اخضر. الزعتر كيجي رائع جدا، كيتواتى مع الجبن اللي غادي نديروه في الوسط، وكنبسبسها كذلك حتى كندمج المواد. وكنضيف كوبين من الحليب. بالنسبه للكوب الثاني حاولوا تضيفوه تدريجيا، لان كاين بعض السميده اللي ما كتشربش بزاف. كما كتشوفوا كنجمعها غير بالاطراف ديال الاصابع او بالملعقه، وكنخليها مقدار 10 دقائق حتى كتشرب. كما كتشوفوا كتجي خفيفه ولكن متماسكه، الفينو كيجعلها تماسك اكثر. بالنسبه للحشوه، انا غادي ندير هذا الجبن ديال ديال الجبلي. عاده كنستعمل هذه ديال الطاسه الكبيره، كدير فيها كيلو، 48 درهم، كتجي ارخص من الطاسه الصغيره كدير 15 درهم، ما فيهاش بزاف، ما كاملاش 200 غرام. في الطعم ألذ طبعا، الطاسه الكبيره كتجي اطعم واطيب. بالنسبه للحريشات ديالي، غادي نجيب المقدار اللي غادي يجيني في الدائره اولا في المول اللي عندي، وغادي نضيف الجبن في الوسط ونبسبسها، او عفوا نلويها شويه في السميده اللي خليت في البدايه، وكنوضعها في المول، او يمكن لك تدير عينك ميزانك فقط. المول كيساعد فقط. اللي ما عندهاش هذا المول تضيف عفوا اللي ما عندهاش هذا المول دير الغطايه اولا الغطاء ديال القرعه ديال الفرماج البلاستيكيه، ودير عليها سلفان، ودير دوائر متقايسه. هذا المول كيساعد بزاف، كيدير 7 دراهم في الاسواق بالغطاء، وبدون غطاء كيكون ارخص. انا هنا عندي الطاجين اولا المقيله ديالي ديال الحرشه العاديه، انا كنديرها في المقله بارد، المقيله تكون بارده، واللي مولفه دير المقله سخون تسخنها من قبل. كياخد شي وقت بزاف، كيجو مغايرين عن الحريشات العاديين، سهلين التحضير، كياخدو شي وقت بالمره، وكيجو لذيذين بزاف. حتى باش تقلبها كتجي اسهل من الحرشه الكبيره معتاده. بالنسبه للجبن، اذا استعملنا الجبن البلدي اللي كيكون في الشبكه او اللي كيكون في الدوم، نضيف له القليل من الزبده او القليل من اما الزبده واما الزيت، زيت الزيتون. يمكن لك تنسمو كذلك حتى هو بالزعتر او بالزيتون.
كيجي رائع. ويمكن تعويض الجبن بالجبن العادي، فرماج يا مكعبات او كيري او لافاش كيري، ولا اي جبن بغيتي تضيفيه في الوسط. في النهايه كما كتشوفوا ما خداش مني وقت بالمره، حتى في الطياب كيجيو اسهل من الحرشه الكبيره العاديه، وفي الطعم كيجيو رائعين جدا. يمكن تعويض الحليب باللبن او بالماء. كما كتشوفوا معايا كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير. بالنسبه اللي معنا اول مره، ما تنساوش الاشتراك ودعمنا بالتعليقات ديالكم الرائعه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبصحه والراحه للجميع.